اوحش فرع بقى ان يتفهم ان الملاحقه اللي هو بيعملها يطمن عليكي وصلتي، يطمن عليكي انك طلعتي، لانه قلقان وكل حاجه عنده لازم يبقى فيه تشيك ليست كده بيعملها. انت نزلتي رايحه لمامتك، انت وصلتي عند مامتك، كلميني قبل ما تنزلي، كلميني بعد. دي منطقه رماديه احيانا الست بتفهمها انه نوع من انواع الغيره وعدم الثقه، بينما احنا لازم نعرف هو غيره وعدم ثقه ولا هو لانه قلقان فلازم يطمن بالسؤال. القلقان دايما بيدور على ايه؟ على معلومه تطمنه. هو قلقان من ايه؟ قلقان انها هيحصل لها حاجه في السكه، عايز يطمن انها وصلت، عايز يحسب هي هتنزل تيجي في قد ايه عشان يبقى برضه مطمن، يكلمها يقول لها كلميني وانت نازله. فالملاحقات دي كلها قد تفهمها الزوجه انه مفيش ثقه فيا، ولو اتاخرت خناقه كبيره فمفيش ثقه. هي بنحتاج نعرف هي عدم ثقه عشان في ناس لا تثق، ولا هو ده نتيجه انه قلقان والقلق بتاعه بيترجم في صوره معايير وخطوات وتشيك ليست لازم يعلم عليها. فبما انه بيعلم على اللي هي بتعمله فبيسأل عملتيه، فبيبقى دايما عايز ياخد طمأنينة من انه التشيك ليست اتعلم على الحاجه انها اتعملت، وصلت، نزلت، عملت، سوت. هي بالنسبه لها انت خانقني، انا مش عارفه الاقي حاجه اعملها من غير ما انت تبقى حاطط مناخيرك فيها. فده برضو الوسواس ازاي يبوظ العلاقه.